السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثارت حصة فكرة سامي الفهري على قناة الحوار التونسي جدل واسع وضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد استضافته للتيك توكر التونسية الشهيرة ضحى العريبي، وذلك بعد ما صرحت خلال البرنامج أنها في بعض الأحيان تتقاضى حوالي 20 مليون تونسي للساعة الواحدة خلال البثوث المباشرة في برنامج التيك توك. أكثر مرة دخلت منها فلوس في التيك توك قديش؟ هو رقم شوية لبرا ما نجوش نقولوا على خاطر برشا بيت تفرج معناها كل واحد وظروفه. لا مهم باش نعرفوا الطفلة اللي كانت تخدم 200 دينار عملت على روحها وشوفوا توا قديش ولات تخلص. في لايف واحد معناها والله ما نجمش نقول مشكلة، والله ما نجم نقول. وصلت في لايف من اللايفات خذيت في ساعة 20 مليون. وقد تصدرت حلقة البرنامج قائمة الفيديوهات الأكثر متابعة عبر موقع اليوتيوب في الجزائر وبعض الدول العربية الأخرى، خاصة بعدما صرحت ضحى أنها لم تكمل دراستها وتوقفت في السنة التاسعة. طفلة صغيرة في جابس شنو قرات؟ قريت حتى للنبيين، كملتش قرايتي، بطلت قرايتي صغيرة، نحب نخدم باتسيري وقتها. كنت شفت أنا ما كنتش مغرومة بالسوشيال ميديا، راه كنت نحب نخدم برشا باتسيري. كان بابا وأكثر ما أثار إعجاب الجمهور بضحى هو حديثها عن الحجاب، وكيف أن والدها طلب منها أن تتحجب وهي في عمر صغير، ومع ذلك تحدثت عن اقتناعها بالحجاب. هي متحجبة، مسموح لي نسألك على حجابك ولا لا؟ أكيد. وقتاش تحجبت؟ وأنا صغيرة برشا، صغيرة عمري 10 سنين 11 سنة هكاك، 11 سنة، ومقتنعة به الحجاب. كلمة 11 سنة مع اقتناع بتركب ولا لا؟ علما وأنه الصغير يصبح مميز في سن متقدمة. شوف الحجاب بابا هو اللي قال لي تحجب، ونقول له يرحم والديك وربي يخليك لي على الحاجة هذه برسمي. أحسن حاجة أعطيها لي في حياتي، أحسن حاجة. قديش توا كي نمشي في الشارع أبسط الحاجات من يقولوا له أص متحجبة ما تقولش، أص متحجبة ما طفلة متدينة أص. فأعطاني حتى البرة كي نسافر بالله الطفلة متحجبة ما تلصقهاش ما تقربهاش، ديما أعطى الطفلة قيمة. خلينا نقول أنه الحجاب مع الأخلاق. أكيد أكيد. وتحدثت أيضا عن علاقتها بزوجها التيك توكر الأردني محمد نور والمعروف باسم ميكس، كما تطرقت إلى الحديث عن معاناتها في صغرها وكيف أنها تعرضت للاستغلال من طرف محل لبيع الحلويات والمرطبات. يذكر أن هذه الحلقة هي أول ظهور تلفزيوني للتيك توكر التونسية ضحى العريبي.